سبحان الله، ربنا خلقنا في مراحل وعي، مراحل إدراك، مراحل اكتشاف الحقيقة. آه، هي زي ما تكون طبقات، زي ما تكون طبقات ارتقاء كده. زي سبحان الله، زي ما يكون يعني ربنا مثلا لما خلق السماوات، هو ربنا بيخلق لنا كل حاجة برمز. فمن ضمن الرموز اللي قدامنا مثلا السماوات السبع، هو ارتقاءات، أنواع ارتقاء، مراحل ارتقاء. فإدراكك لنفسك ولحقيقتك ولحقيقة الحياة اللي انت عايش فيها، ولحقيقة مهمتك في الحياة، هو برضو عبارة عن ارتقاء. هي طبقات، انت بتشيل من عليك طبقة وبعدين طبقة وبعدين طبقة. وكل مرة وانت بتعمل كده بتكتشف انك هو انا ازاي ما كنتش واخد بالي؟ هو ايه ده؟ هو انا لما انا كنت ازاي عايش في الغشاوة اللي فاتت دي؟ المرحلة اللي بعدها بترتقي، بتحس بصفاء نفسي كده وجميل. وبتحس ان انت عايز، عندك شغف بالجديد، عندك شغف بان انت تعرف ايه الجديد عن نفسك، عن دينك، عن حياتك، عن كل مخلوق صغير حواليك، عن كل حاجة صغيرة حواليك، عن شجرة، عن وردة، عن كائن حي حواليك، عن جماد. بتلاقي نفسك حابب قوي تستكشف. مجرد بس تعمل الاستبصار اللي ربنا بيطلبه منك، وتفكر وتشغل دماغك، وتشوف ايه اللي ينفع تكمل عليه بتفكيرك، وايه اللي ينفع تطرده وتقول لا مالوش لازمه. دي حاجه موروثات ثقافيه، موروثات يعني عايشين فيها من زمان طول عمرنا، عشان بس تأيدنا وتأيد تفكيرنا وتوقفنا عن التدبر، وتوقفنا عن استكشاف الصح واستكشاف الحاجات العاقله. انا عايزه انصحكم بحاجه: اللي يلاقي حاجه يحس انها بره عقله، بره مشاعره، بره احساسه، بره المنطق اللي متخيل ان ربنا اكيد خلقنا لحاجه احسن من كده، اطردها على طول. ما تقولش هذا ما وجدنا عليه اباءنا، عشان ما تعملش زي اللي عملوا زمان وقالوا هذا ما وجدنا عليه اباءنا. ركز في طبقات الغشاوه اللي متركبه حواليك، طبقه ورا طبقه ورا طبقه ورا طبقه. هتلاقي نفسك كل ما بتشيل طبقة غشاوة بترتقي وتوصل لارتقاء، في الارتقاء أعلى. وبعدين تلاقي نفسك عندك شغف إنك تعلى أكتر في معلوماتك، وتعلى أكتر في حبك للحياة، وحبك لدينك، وحبك لربك. وساعتها هيجيلك وقت تقول هو أنا كنت عايش إزاي كل الفترة دي؟ بس في نفس الوقت هتحمد ربنا قوي وهتشكره إنه ساعدك إنك توصل انك تستكشف وتكتشف حقيقة حياتك، وتكتشف حقيقة نفسك، وحقيقة الناس اللي حواليك، وحقيقة كل حاجة حواليك، وحقيقة رسالتك في حياتك قبل ما تخلص الرحلة. لما ربنا بيساعدنا، هو كده سمعنا لما طلبنا منه ان هو يساعدنا، طلبنا بمشاعرنا، طلبنا بقلبنا، طلبنا بتفكيرنا، طلبنا بأعمالنا. فهو ربنا سمعنا وساعدنا. ما هو ربنا سبحانه وتعالى لما احنا بنيجي نصلي بنقول سمع الله لمن حمده. فاحنا بنحمد ربنا وهو بيسمعنا. ولما بنحمد ربنا، الحمد مش ان احنا نقول شكرا يا رب، شكرا احمدك يا رب على السراء والضراء، وانا بحمد ربنا على كل حاجه وانا حاسس ان انا متعذب ومتضايق وبحمد ربنا بقى وخلاص. يعني لا، هو الحمد هو صله بينك وبين ربنا. بتحمده وعارف ان هو اساس كل شيء، وان هو مصدر كل شيء، وان انت يعني جزء من المنظومه، ماشي في المنظومه، وان مفيش حاجه اصلا في حياتك غير انها رساله. اي حاجه بتحصل لك هي رساله. انك تحمد ربنا على السراء والضراء وانت مقتنع، تحمد ربنا على الرساله اللي واصله لك من الضرر قبل الشر، قبل الخير قصدي. يعني انت حصل لك موقف ضايقك، عشت عمرك كله في موقف كان مضايقك وما كنتش عارف تخرج منه. هو ربنا ما كانش بيخرجك من الموقف ده ليه؟ هو ربنا مش قادر يخرجنا؟ لا، قادر يخرجنا، بس هو عايزنا نرتقي. هو حبيبنا احنا اللي نخرج نفسنا من الموقف ده. لما نخرج نفسنا من الموقف ده هنبقى عملنا الحمد، هنبقى قدرنا نستفيد من الموقف، هنبقى قدرنا نفهم هو احنا ليه اتحطينا في الحكايه دي، ليه اتحطينا في النقطه دي بالذات، وليه قدرنا نعمل المحاولات والفشل والنجاح، والمحاولة تاني والفشل والنجاح، لغاية لما نوصل للرسالة بقى، ونعرف ايه الرسالة اللي كانت واصلنا، اللي كانت مقصود بيها الموضوع ده يجي في حياتنا. لازم عشان تعرف تخرج من اي موقف وحش في حياتك تستكشف الرسالة. اعرف الرسالة من الموقف.
اعرف هو جاي لك ليه. ما هو كل حاجه جايه في حياتك هي عباره عن رسول رساله صغيره. حصل لك موقف ضايقك، حصل لك حاجه ضايقت، يعني مرض بعد الشر، حصل لك اي موقف، حصل الموقف ده حصل ليه؟ طب انا مطلوب مني اعمل ايه؟ طب ايه الخطوات اللي هعملها عشان اخرج من الموقف ده؟ هو ده المطلوب مننا، هي دي رسالتنا اللي احنا المفروض يعني نمشي عليها ونعرفها. ولما نعرف الرسالة هنقدر نعرف كأننا محطوطين في أوضة مقفولة وهي فيها باب، بس الباب متلون بنفس لون الحيطة، انت مش قادر توصل لها وحاسس انك مخنوق ومتضايق ومش عارف توصل للحل. آه بس اعرف، خد بالأسباب، اعرف الرسالة دي فيها ايه، الأوضة انت قاعد فيها ليه، ايه هي خطوات اللعبة، ايه هي اساسيات استكشاف سر ان انت تعرف توصل لباب الأوضة المقفول. استبصر، شيل الغشاوة خطوة ورا خطوة. ولما تشيل الغشاوة خطوة ورا خطوة، والله العظيم أوعدك، والحاجات دي مجربة، يعني الحاجات دي أنا مجرباها بنفسي وحاجات دي مجرباها مع ناس. لما تشيل الغشاوة هتكتشف إن أنت إيه ده، يعني معقولة أنا كنت فعلا مش واخد بالي من الموقف ده، معقولة أنا كنت جوه الحكاية دي ومش حاسس بيها. وهتضحك وهتتبسط لما تعرف إن أنت خلاص فتحت باب من الأبواب، شلت طبقة من الطبقات، ارتقيت في سما من السماوات. وهو ده معنى الارتقاء، هو ده معنى السمو، الارتفاع. وده معنى الرسالة اللي ربنا حاططنا فيها أصلا. ربنا مش حاططنا نتعذب، ولا حاططنا يلعب بينا بعد الشر، حاشا لله، ولا حاططنا يتفرج علينا يشوفنا هنتصرف ازاي في المواقف الصعبة اللي بيحطها لنا، لا أكيد لا. هو ربنا سبحانه وتعالى حاططنا في المواقف دي علشان يقدر يشوف مين المحسن، والمحسنين هم اللي بيعرفوا يحسنوا العمل، والمحسن جزاؤه رب. يعني كلنا بنقرا قرآن، وكلنا بنقرا حتى في، يعني حتى في الأديان التانية كلنا عندنا النتيجة دي، نتيجة واحدة، الإحسان، نتيجة الإحسان، نتيجة إتقان العمل. إتقان العمل مش إن أنا أروح أشتغل في حتة معينة وأتقن العمل فيها وبس. إتقان العمل إني أتقن العمل مع نفسي أصلا. ما هي رسالتي إيه؟ ما هي إلا ليعبدون. وهو العبادة مش إن أنا أقوم أصلي الفروض وأقرا قرآن من غير ما أركز فيه وأعد حسناته. العبادة ليها أصول تانية وهتقدر تعرفها لما تستبصر أكتر وتشيل طبقات أكتر واحدة ورا التانية. هتلاقي في وصل، صلة بينك وبين ربنا. الصلة دي هتخلي نفسك بترتقي معاك، وهتخلي نفسك بتقول هو أنا كنت عشت، طب الحمد لله بقى إن أنا اكتشفت قبل ما رحلتي تخلص، اكتشفت الخير واكتشفت المعنى للحياة. وتقول ساعتها الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الصلة كلها بيني وبين ربنا، الحمد لله.